حرفيا امي لو شافت الفيديو ده هتنفخ. فيفو من فتره نزلت الفي 60 لايت بمواصفات قويه جدا وبسعر انا نفسي ما صدقتوش. فهل الموبايل ده يستحق لقب ملك الفئه المتوسطه؟ وهل الموبايل ده فيه تطور فعلا يستحق عن الجيل اللي قبله؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. من غير مقدمات كتير يلا نبدا. اتمنى عيني ما تكونش باينه علشان ورمه شويه وطالع لي حبايه هنا، وبص الدنيا بايظه خالص يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك في فيديو جديد ومراجعه جديده للفيفو في 60 لايت نسخه ال 5 جي يا غالي. وليه على الموبايل ده 21 عيب، 21 حاجه ما عجبتنيش وما اظنش انها تعجبك. لو فكرت تشتري الموبايل الرايق ده دوس لايك، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد، وتابعني على كل المنصات اللي ممكن تتابعني عليها، هتلاقي كل الروابط تحت في الوصف. ونبدا سريعا كالعاده. بنبدا بالتصميم، وتصميم الموبايل هنا جاي بظهر واطار من البلاستيك. بالنسبه للظهر فبيجي ساده وبسيط ما فيهوش البهرجه الاوفر، وعندك كاميرتين تحت بعض وجنبهم فلاش ليد شكله عامل زي رينج لايت، وكلمه فيفو من تحت على الشمال. الموبايل بيتوفر بثلاث الوان، اللون الاسود والبامبي واللبني. واللون البامبي فيه لمعه خفيفه بتقلب على اصفر او ليموني كده، بس اللون ده للاسف مش نازل مصر. بالنسبه للاطار فمن على اليمين عندك زرار الصوت وزرار الطاقه، من تحت عندك السماعات ومدخل الشحن تايب سي ودرج الشريحه والمايك، ومن فوق عندك السماعه الثانيه ومايك اضافي لعزل الضوضاء. سمك الموبايل مقبول 7.6 مللي ووزنه 194 جرام، وده وزن ممتاز على حجم البطاريه اللي هنعرفه كمان شويه. الموبايل عليه حمايه ضد طرطشه الميه بشهاده IP65، وعليه حمايه عاليه ضد الصدمات، فلو وقع منك ما تقلقش عليه. بس ما تعتمدش قوي على الموضوع ده، هو محمي ضد الصدمات ويستحمل اكتر من موبايلات غيره، لكن ده ما يمنعش انه ممكن يتكسر. واجمالا تصميم الموبايل ياخد جيد جدا. الموبايل شاشته كبيره بتيجي بحجم 6.77 بوصه، شاشه اموليد فول اتش دي بلس بتردد 120 هرتز وداعمه لحد 1 مليار لون، والشاشه داعمه لتقنيه ال HDR10 بلس. وشاشه الموبايل ده هتديلك تجربه ممتازه من ناحيه تشبع الالوان والحده، سواء لو كنت بتتفرج على افلام او مسلسلات او حتى في الالعاب. سطوع الشاشه عالي بيوصل ل 1300 شمعه فعلي، يعني تحت اشعه الشمس المباشره مش هتواجه معاه مشكله. والشاشه مسطحه تماما وحواف الشاشه جيده، وعندك بصمه تحت الشاشه وادائها ممتاز. والشاشه داعمه لخاصيه الاولويز اون ديسبلاي. وبالنسبه لشاشه الموبايل فهتاخد جيد جدا. من ناحيه الاداء فده يعتبر اكبر او ابرز تغيير عن الجيل اللي فات. الفيفو في 60 لايت 5 جي جايب معالج جديد من ميديا تك الدايمنسيتي 7360 تيربو. معالج ثماني النواه بيوصل ل 2.5 جيجا هرتز وبدقه تصنيع 4 نانومتر. والمعالج الرسومي من نوع مالي جي 615 MC2. والمعالج ده اقوى من معالج السنه اللي فاتت الدايمنسيتي 6300 بحوالي الضعف تقريبا. بابجي هنا هتدي لك 60 فريم مع سموث، وكول اوف ديوتي 90 فريم. وده اللي انا مش فاهمه، اللي هو ليه بابجي مش بتشتغل 90 فريم في الموبايل ده رغم ان المعالج بتاعه قوي؟ جايز يكون لسه مش مدعوم كفايه. وممكن مع التحديثات بابجي تشتغل على 90 فريم، لان المعالج اللي هنا فعلا قوي. اداء الموبايل في المهام اليوميه ممتاز ومش هتواجه معاه اي مشكله، حتى لو كان استخدامك تقيل مثلا مونتاج او فوتوشوب او بتفتح كذا برنامج مع بعض. ومن ناحيه السخونه فما تقلقش، الموبايل مش بيسخن جامد اثناء الضغط عليه. الموبايل محقق حوالي 700 الف نقطه على برنامج انتوتو سكور، والاداء ياخد من جيد جدا لممتاز. الموبايل في مصر بيتوفر بنسختين من المساحه، النسخه الاولى 256 مع 8 رام، والنسخه الثانيه 256 جيجا مع 12 رام، والذاكره من نوع UFS 3.1. ودي ميزه كويسه جدا لانك هتاخد اداء وسرعه اعلى في فتح البرامج او في الاستخدام بشكل عام، احسن طبعا من اليو اف اس 2.2. والرامات من نوع LPDDR4X. بطاريه الموبايل كبيره وبتيجي بحجم 6500 ملي امبير، ودعم للشحن السريع بقدره 90 واط، وشحن عكسي 6 واط. ودي نفس بطاريه الفي 50 لايت بتاع السنه اللي فاتت، نفس البطاريه بنفس سرعه الشحن. والبطاريه ممتازه وهتكمل معاك اليوم مستريح لو استخدامك من عادي لمتوسط. اما في الالعاب فهتدي لك من 6 ل 8 ساعات متواصل. الموبايل بيشحن من 0 ل 100% في 50 دقيقة تقريبا، والموبايل دعم لتقنية الباي باس تشارجنج، ودي ميزة حلوة عشان تقدر تستخدم الموبايل وهو بيشحن من غير ما تأثر على البطارية او الموبايل يسخن جامد منك. وبالمناسبة الميزة دي مش موجودة في الفي 50 لايت. والبطارية تاخد ممتاز. الموبايل بيجي باندرويد 15 مع واجهة الفيفو الفان تاتش OS 15، وفيفو ما ذكرتش مدة التحديثات للموبايل هتكون كام، فاتمنى ما تقلش عن 3 سنين. الموبايل جايب كاميرتين في الظهر، الكاميرا الاساسية بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.8 بمستشعر بحجم نص بوصة من سوني السوني IMX 882، ودعم المثبت البصري ال OIS. الكاميرا الثانيه الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2، وتقدر تاخد صور من الكاميرا دي بزاويه واسعه 120 درجه. وجنبهم فلاش ليد بتسميه فيفو اورا لايت. الكاميرا السيلفي بتيجي بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.5. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرا الخلفيه بجوده 4K مع 30 فريم في الثانيه، او 1080 بكسل مع 30 او 60 فريم في الثانيه، وبيصور فيديو سيلفي بجوده 4K او 1080 بكسل مع 30
30 فريم في الثانيه، ودي ميزه نادره ما بنشوفهاش في موبايلات معديه ال 25 باك. تجربه التصوير بالكاميرا الخلفيه هنا هتدي لك صور بتفاصيل ممتازه وبحده مظبوطه، مش عاليه قوي ومش ضعيفه، مع تشبع الوان ممتاز ودايناميك رينج جيد جدا. ولو بتصور اشخاص فتفاصيل الوش جيده جدا، ولون البشره مظبوط مش فاقع او شاحب، اللون الطبيعي يعني. وفي الاضاءات الداخليه برضو اداء الكاميرا ممتاز كتفاصيل وتشبع الوان ودايناميك رينج ممتاز. وبالمناسبه مواصفات الكاميرات هنا هي نفس مواصفات كاميرات الفي 50 لايت، بس اللي فرق في المعالجه هنا هو المعالج بتاع الموبايل الاحدث والاقوى طبعا من الدايمنسيتي 6300، وفرق المعالجه هنا كبير في الصور لصالح الفي 60 لايت لو قارنتهم ببعض. وفي ميزه اضافيه في الكاميرا الخلفيه هنا بتخليك تاخد صور باجواء مختلفه، مثلا صوره بطابع صيفي او شتوي او خريفي. والموضوع مش مجرد معالجه للصوره، لا، الصوره بتترفع على سيرفر وتتعدل بعدين بتنزل لك تاني وبتبقى مظبوطه قوي كانك واخد صوره حقيقيه، فحركه رهيبه صراحه وانا من محبين الحاجات دي قوي. والكاميرا الخلفيه الاساسيه تاخد ممتاز. وبالنسبه للصور السيلفي فالتفاصيل جيده جدا والدايناميك رينج جيد وتشبع الالوان جيد جدا. واداء الكاميرا السيلفي هنا ما اختلفش كتير عن سيلفي الفي 50 لايت، الاختلافات طفيفه مش كبيره قوي. والصور بالكاميرا السيلفي هنا تاخد جيد. بالنسبه لتجربه تصوير الفيديو في الكاميرا الخلفيه فالموبايل هيديلك تجربه تصوير ممتازه، التفاصيل جيده جدا وتشبع الالوان ممتاز والدايناميك رينج جيد جدا. وطبعا تصوير الفيديو هنا احسن بفرق حلو عن الفي 50 لايت، ده غير ان الفي 60 لايت بيصور فيديو على جوده 4K على عكس الفي 50 لايت اللي بيصور 1080 بكسل بس. وتصوير الفيديو هنا ياخد جيد جدا. بالنسبه لتصوير الفيديو السيلفي فالتفاصيل جيده جدا وتشبع الالوان جيد جدا والدايناميك رينج جيد وياخد جيد. الموبايل صوته ستيريو والصوت عالي وواضح، وهتاخد تجربه ممتازه من سماعات الموبايل ده. كمان تقدر تعلي الصوت على 200 او 400% عشان تاخد صوت اعلى، لكن ده بيجي على حساب جوده الصوت. شبكات الموبايل ممتازه، مش هتواجه معاها اي مشكله لو المكان اللي انت فيه شبكته ضعيفه نوعا ما. والموبايل جاي بواي فاي 6 ودعم لخاصيه الدول باند وبلوتوث 5.4. الموبايل داعم لمستشعر الجيروسكوب والبوصله والان اف سي، ومستشعر المكالمات هنا حقيقي واداء ممتاز. بالنسبه للعلبه فبيجي فيها الموبايل محطوط عليه سكرينه بشكل مسبق، وراس الشاحن بقدره 90 واط، ووصله الشحن من تايب A لتايب C، والجراب الشفاف ودبوس الشريحه وكتيبات التعليمات اللي ملهاش اي 60 لازمه. اجهز عشان هنخش في العيوب. بروز الكاميرات عالي نوعا ما، هتضطر تستخدم الجراب اللي بيجي مع الموبايل علشان يحميها من اي خبطات. الفلاش او الاورا لايت لما بتشغله على اعلى حاجه هتلاحظ ان الضوء بيتسرب تحت الكاميرات ويعدي للناحيه التانية، وهتلاقي ضوء برضه في حواف الموبايل، وده هيحسسك ان الموبايل مش متقفل كويس او انه رخيص. اللون البامبي مش نازل مصر، يعني لو حابب تجيبه مثلا او تجيبيه. حمايه ضد الميه ضعيفه اي بي 65 مش 68 او 67 حتى. وفي موبايلات اقل من سعر الموبايل ده وبتيجي بمعيار مقاومه ضد الميه اي بي 68 و69 كمان. من رايي كانوا حطوه بدل الشهاده العسكريه اللي ملهاش اي لازمه. الموبايل ممكن يقع منك وقعه صغيره ويتكسر، وممكن يقع يتدغدغ وما يحصلوش حاجه عادي، اي موبايل في الدنيا كده. كبر دماغك من حوار ان الموبايل ما بيتكسرش عشان ممكن وقعه صغيره تزعلك. مفيش مدخل سماعات 3.5 مللي ومفيش مكان لكارت ميموري. النسخه اللي نازله مصر من المساحه 256 جيجا بس، والرامات 8 و12، وفي فرق 1700 جنيه بينهم. حواف الشاشه كانت محتاجه تصغر شويه خصوصا الحافه السفليه، بس عادي ممكن تعديها لان برضو الموبايل مش نازل بسعر غالي قوي. مفيش دولبي فيجن في الشاشه، مفيش كلام رسمي عن طبقه الحمايه على الشاشه. في 8 بكسلات مسروقين من الشاشه، جايب دقه 1080 في 2392 بكسل، دي حاجه بتضايقني نفسيا مش اكتر. المعالج اللي هنا حاسه مظلوم، معالج قوي زي ده وما يشغلش 90 فريم في بابجي، في حين ان ال 7300 وال 7400 بيشغلوها 90 فريم عادي. اتمنى الموضوع ده يتحل بتحديث، لان المعالج قادر يشغل 90 فريم مستريح. مفيش كاميرا تليفوتو او ماكرو، وانت عارفني انا واحد بيتخنق من اي موبايل بكاميرتين بس ماشي ممكن اعديها عشان سعر الموبايل. مفيش تثبيت الكتروني في الكاميرا السيلفي، في لسعان شديد شويه في الاماكن الفاتحه. الدايناميك رينج كان محتاج يتظبط اكتر من كده، تحس الصوره مبهرجه شويه، وفي بعض الاوقات هتلاقيها بتلسع زياده. الدايناميك رينج في السيلفي ضايع، الصوره لاسعه قوي في الشمس وتفاصيل الوش قليله. وفي تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه في لسعان شديد شويه في الاماكن الفاتحه. بالنسبه لتصوير الفيديو السيلفي فالدايناميك رينج ضعيف والصوره بتلسع جامد في الشمس او الاضاءه العاليه. هو يعتبر نفس تصوير الفيديو السيلفي بتاع الفي 60 العادي بس مع دايناميك رينج مقرف اكتر. مفيش مستشعر اي ار بلاستر، الموبايل مش داعم لخاصيه الاي سيم، ومفيش دولبي اتموس. سعر الموبايل للنسخه ال 256 جيجا و8 رام ب 15000 جنيه، وللنسخه ال 256 جيجا و12 رام ب 16700 جنيه ضمان محلي. ولو عايز رايي فكك من نسخه ال 12 رام، مش شايف ان الفرق يستاهل 1700 جنيه. لو كانت نسخه ال 512 وب 17500 كمان كنت
كنت هقول لك هاتها واقول لك رايي في الجهاز. بص، الفيفو في 60 لايت نسخه ال 5G ده اكتر موبايل متكامل في سعره، اكتر موبايل متكامل في الفئه السعريه اللي هي من 15 لحد 20000. كاميرات ممتازه مع بطاريه كبيره ومعالج قوي جدا. ممكن الشاشه هي اللي تبقى نقطه ضعف لانها 1080 بكسل مش 1.5 كي، بس ده منطقي جدا على السعر اللي الموبايل نازل بيه. فارشح لك الموبايل ده وبقوه لو عايز موبايل متكامل في الفئه السعريه دي. الموبايل ده لحد سعر 20000 منافس جدا، والموبايل ده هياخد 10 من 10 ونجمه مع مرتبه الشرف. حقيقي موبايل ممتاز. ادي اول موبايل في القناه ياخد 10 من 10، وما اعتقدش ان في موبايل تاني ممكن ياخد الدرجه دي يعني. حرفيا امي لو شافت الفيديو ده هتنفخ. لسه جايب لها الفي 50 لايت من حوالي شهرين تقريبا، وما كانش في بالي خالص ان فيفو ممكن تعمل حركه نادله زي دي. الفي 60 لايت على كامل المواصفات اللي جاي بيها كان نازل ارخص من الفي 50 لايت. انت متخيل اللي هو لايت وفيفو وبالسعر ده؟ ازاي؟ ما توقعتهاش تيجي من فيفو الصراحه، بس اهو الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. وبرده الفي 50 لايت جهاز ممتاز مش وحش، بس خلي بالك وانت بتشتري علشان في النسخه ال 4G من الموبايل ده، ودي مكانها المناسب الزباله. لا مش الزباله اللي في البيت، الزباله اللي في الشارع. سناب 685 ب 13000. ليه؟ ده لو فلوسك حرام تعمل فيها كده. المهم عزيزي المشاهد، دوس لايك، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. تابعني على كل المنصات اللي ممكن تتابعها، والروابط هتلاقيها في الوصف. ولو وصلت للدقيقه دي اعرف اني بحبك. القلب بتعمل ازاي كده؟ اعرف اني بحبك واكتب لي تعليق بقلب ابيض عشان اعرف انك وصلت لحد هنا. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.